السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا انا دايما بقول لكم حاجات ما تسمعوهاش، وانا معايا دلوقتي كنت طالبين انتوا الاسوره اللي هي الجرام اهو. انا معايا الاستاذه اهي شارياها، شايفين الاسوره بتعمل ازاي، بتتقطع ازاي؟ وانت بالك قد ايه شارياها يا استاذ؟ كملت شهر. وكانت بكام؟ ب 1000 جنيه ولا اكتر؟ ب 1000 جنيه وجايباها اونلاين دفع 100 جنيه. يعني جايباها ب 1100 جنيه. النهارده وزنها قد ايه يا ريهام دي على الميزان؟ جرام ب 1100 جنيه. دي اللي انتوا طالبينها يا جماعه. كل شويه اقول لكم دي ضعيفه وما تنفعش. ارجوكم ما ترموش فلوسكم. يعني لما تجيبي ب 1100 جنيه والنهارده يبقى ب 700 جنيه، يعني 400 جنيه، يعني ال 400 على ال 700 يعني حضرتك بتخسري 60% من قيمه الذهب بتاعك. هل ده يبقى استثمار؟ لا، ده كده انا بشتري اكسسوار مش ذهب خالص. فارجوكم يا جماعه ما حدش ينجذب وراء الشعارات والناس يقول لك بص وخفيفه وجرام اهي. شهر بص الاسود بقت عامله ازاي، كلها مفتحه، كلها جايه تبدلها ايه لانها كلها ورورت وفتحت اهي. شايفه عامله ازاي اهي، وريتها لك وهي مقطعه. بص يا شباب بص، شايفه حضرتك؟ انا مش قادر اقرص عليها عشان ما تكسرهاش خالص. يعني حاولي بقى تلبسيها كده شويه واضحة. او حاجه اهو. بص 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 طالع منها ازاي، شايفه حضرتك؟ هل ده ينفع؟ هل ده ينفع ان احنا كده بنبقى بنأذي الناس يا جماعه؟ لو سمحتوا ارجوكم وناشد التجار المحترمين، ما ينفعش نشتغل في الحاجات دي ونغري الناس بيها والناس تروح تاخدها وبعد كده نخسر اكتر من نص ثمنها، 60% من القيمه. ده كده حرام. انا بقول رايي، وطبعا كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه ويشتري اللي هو حبه. بس انا شاكر لحضرتك جدا ان انت وافقتي ان احنا نوريهم الحاجه اللي انت جايباها عملت ايه. بس وانت جايه تبدليها او تغيريها لان هي شهر ما كملتش شهر مع حضرتك مع الاسف. مع اني محافظه عليها جدا. ما هو مهما تحافظي عليها ما هي ورقه، ما هي ورقه مهما عملتي هي ورقه، مفيش حاجه خالص، حاجه ضعيفه. انا بلبسها اكسسوار بس مش بعمل بيها شغل البيت ولا اي حاجه. كويس حضرتك ان هي انت لسه عشان دي ممكن تقطع وما تلاقيهاش مره واحده، تشبك في اي حاجه تلاقي حتتين في الارض. انا شاكر لحضرتك جدا ان انت وعيتي الناس، وده واجب علينا كلنا يعني ان نشوف حاجه غلط نقول ده غلط. شكرا لذوقك.